بيراميدز قعد ينكش ورا حمدي فتحي. حمدي فتحي في الوكر القطري قال له بقول لك ايه، هنديك 2 مليون دولار و200 الف، جاي منك؟ قال له ماشي موافق، بس خلص مع الوكرة. جه قعد يراقب ويشوف بيراميدز، راح صرف النظر. ايه ده؟ صرف النظر ليه؟ قال لك اصل الاهلي طلع وقال لك اصل حمدي فتحي كان معروض علينا واحنا قلنا لا، مش عايزينه، احنا مش محتاجينه، بالذات بعد تألق اليو ديانج مع الاهلي في كاس العالم. فراح قايل لك ايه، مش عايزين حمدي فتحي، وانتوا بتقولوا اليو ديانج تألق، طب خلاص. راح بيراميدز عامل ايه؟ قال لك هنتفاوض مع اليو ديانج. اليو ديانج بياخد 750 الف دولار مع الاهلي، والاهلي دلوقتي بيسعى للتجديد معاه، واللاعب طالب مليون و800 الف دولار. فبيراميدز لقى ثغره يخش بيها لمين؟ لعم ديانج. قال لك مش احنا قلنا في حمدي فتحي لا، طب هناخد ديانج منكم. راح معاه مكثف اتصالاته مع اليو ديانج وقال لك ايه رايك، هندفع لك 2 مليون دولار في الموسم، وممكن يوصلوا 2 دولار 200 دولار و200 2 مليون دولار و200 الف. قال لك الراجل بيبتدي يراجع نفسه، ديانج محترف. فدلوقتي محمد رمضان، او مش محمد رمضان، محمد يوسف المدير الرياضي منتظر دلوقتي وعنده مهمة صعبة جدا، هو التجديد لأليو ديانج. بس التجديد ثم التجديد لتأمين خط النص. احسن كده، لو ما امنتش مع اللاعب ده هيبقى خط النص نص.